اهلا بك في حلقه جديده، وحلقه النهارده معنا الساحر مينا زبيد. وقبل ما نبتدي حلقتنا النهارده، لو ما كنتش لسه اشتركت في القناه يا ريت تنزل وتشترك وكمان تفعل زر التنبيهات، ويلا بينا نبتدي. خدعتنا النهارده بمنتهى البساطه، الساحر بيبقى معاه مجموعه من الورق الابيض وفجاه يتحولوا لفلوس. الخدعه دي في ناس كتير جدا بتستخدمها، سواء عرب او اجانب. 1 2 3 كلهم دولارات. خد انت حبه سيبي له واحد. واحد اتنين. دي كانت خدعتنا النهارده، بس قبل ما اروح للشرح بحب اشكر كل الناس اللي اهتموا وسالوا عليا. الحمد لله انا بقيت كويس، ويلا بينا نبتدي. وخلونا في البدايه نعرف ان الخدعه دي ليها اكتر من طريقه. اول طريقه معانا النهارده ودي كان بيستخدمها الساحر حليم. وبالمناسبه انا سايب لكم لينك قناه الساحر حليم تحت في وصف الفيديو، وكمان لينك الفيسبوك بتاعه للي حابب يدخل ويدعمه. خلونا بقى نبتدي في شرح الخدعه. في الطريقه دي هنحتاج مجموعه من الورق الابيض وكمان مجموعه من الفلوس، بس تبقى عملات متشابهه. هيبقى حجم الورق الابيض نفس حجم الفلوس بالظبط. اما بقى النقطه اللي جايه فدي الاهم، هنجيب عمله وهنلزق فيها ورقه بيضه بنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده بالظبط. وبمنتهى البساطه هنحط بقيه الورق الابيض في الجزء الابيض من الورق، وهنحط كمان بقيه العملات في الجزء اللي فيه العمله. وبكده اللي هيبقى ظاهر قدام الشخص اللي قدامنا ان كل الورق اللي موجود قدامنا هو ورق ابيض. وبمنتهى البساطة هنبقى ظاهرين الجزء اللي فيه الورق الابيض قدام الشخص اللي احنا بنلعب معاه الخدعة، انما الجزء اللي هيبقى فيه الفلوس هيبقى مستخبي تحت الورق بالظبط. وبكده وبمنتهى البساطة هنمسك الفلوس، وبحركة سريعة جدا هنقدر نظهر الفلوس قدام الشخص اللي قدامنا. وبالحركة البسيطة دي كده الورق الابيض هيتحول تحت الفلوس، والفلوس هي اللي هتظهر قدامه، والشخص اللي قدامنا يتخيل فعلا ان الورق الابيض اتحول لفلوس. وخلونا بقى نخش على تاني طريقة معانا النهاردة. وتاني طريقة معانا النهاردة بيستخدمها ناس كتير جدا، منهم الساحر مينا زبيد. والطريقة دي مختلفة شوية في التنفيذ. هنجهز نفس عدد العملات وهنجهز كمان نفس عدد الورق الابيض، بس المختلف في الخدعة دي هي طريقة لزق الورقة البيضاء في الفلوس. هنلزق نص الورقة البيضاء في نص العملة اللي معانا، وبكده هيكون لنا شكل مختلف عن الشكل اللي عملناه في الخدعة الأولى. وكل اللي احنا هنعمله في الخدعة دي هناخد الورق الابيض اللي احنا مجهزينه هنحطه في الجزء الابيض اللي ملزوق في العملة، وهناخد كمان العملات اللي احنا مجهزينها هنحطهم في العملة اللي هي اساسا ملزوقة في الجزء الابيض. وبحركة بسيطة جدا هنقدر نظهر العملات اللي موجودة معانا ونخبي الورق الابيض، وبكده يبقى الظاهر قدام الشخص اللي معانا ده ان الورق الابيض يتحول لعملات، مع ان في الحقيقة الورق الابيض لسه موجود، وموجود كمان تحت العملات اللي معانا دي. ويمكن الفيديو اللي قدامنا ده بيوضح فعلا ان الورق الابيض كان لسه موجود، وكان موجود فعلا تحت العملة اللي هو ماسكها في ايديه.
ودي كانت الخدعة بتاعتنا النهاردة. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتشتركوا في القناة وتشاركونا في التعليقات بالخدعة اللي انتوا عايزين تعرفوا هي بتتعمل ازاي. لينك صفحة الفيسبوك تحت وكمان لينك الانستجرام. كمان ما تنساش تكتب كومنت جميل علشان اجمل كومنت هيظهر معانا الحلقة اللي جاية. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.